انا النهارده هوريكم ازاي تاكلوا كبده ضاني بطريقه احترافيه، واللي يعرفني في الصفحه ان انا من عشاق الكبده. طيب، انا اشتريت كبده بحالها، كبده خروف بحالها، الكبده الضاني بحالها بتبقى جايه كده معاها حته من بيت الكلاوي، حته اللحمه الصغيره دولت، وفصين الكلوه، كلوتين، وكمان القلب. بشتريها منين يا جماعه؟ انا بشتريها من الاكشاك بتاعه القوات المسلحه، بيبقى سعرها ارخص، وبصراحه ممتازه 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 زي ما هي باينه قدامكم اهي. في البدايه كده هبتدي اقشر الفصين بتوع الكلاوي، وبص الكلوه صغيره ازاي، يعني دي دلاله على ان الخروف كان صغير. والكبده دي كانت عامله حوالي كيلو وربع. طلعت الكلوتين زي الفل اهوت وقطعتهم قطع صغيره، وجبت القلب كمان قطعته شرايح جوليان كده او جوانح صغيره. تمام، وادي قطعت الكبده، بس انا يعني ايه بعجل عشان ما اطولش عليكم. واللي يعرفني كمان ان انا من عشاق الليه دي جماعه شفا، الليه دي الشفا، الليه الضاني دي حاجه محترمه وحاجه ممتازه، ودهون الجسم بيفهمها وما بتتعملش اي مشاكل زي ما بيتقال عليها. الكلام ده مش مظبوط. الابحاث دلوقتي بتقول ان الليه هي احسن دهون للجسم البشري وعلاج لامراض كتير. والصاج بتاعنا اللي انا اتشهرت بيه، نزلت بقى بالليه بحته الدهنه بتاعت الكلاوي كده، هسيبها تسخن شويه، هقوم نازل عليهم بنقطتين من الزيت عشان يعني ايه تساعد على ان الليه تبتدي تسلي، والدهون بتاعت الكلاوي تسلي، وحته اللحمه تتحمر، فتبتدي الدهون دي تزيد. هنزل بقى فيهم بايه؟ بالكلاوي والقلب بتاع الخروف. بنزل بيهم الاول عشان هما بياخدوا السوا في الاول. تمام. تقليبه بقى والتانية كده هاخد لي بالظبط يعني حوالي بتاع 5 دقايق كده، تقليب رايح جاي كده واحده واحده لحد لما تبتدي تتشمع وتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. التوابل بتاعتي ايه؟ هم 4: فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، وبابريكا مدخنه. بجيبها من عند العطار البابريكا المدخنه، ولو مش موجوده يا جماعه مش مهم. وعندي التوم اهو على ايديا اليمين، حطيت عليه معلقه من الخل زي ما انتوا شايفين في الشاشه المصغره. هبتدي بقى اقلب كده، خلاص الكلاوي هيت والقلوب اتحمرت. هحط بقى يعني قرنين كده بتاع فلفل محوحنا مع قرن فلفل احمر، يديني اللون الجميل دوت، ونرفع درجه الحراره كده عشان يبقى طعم الكبده جميل. التوم انا خدته نصه، حطيته في الكلاوي والقلوب، ده اول جزئيه. عشان كده بقول لكم الطريقه دي بسيطه واحترافيه جميله قوي. يعني انا التوم قسمته على قسمين، القسم الاولاني حطيته هنا، القسم التاني بقى هيتحط فين هتشوفوا دلوقتي. بعد ما الكلاوي والكبده استوت، الكلاوي والقلوب استوت، نزلت بالكبده بتاعتي في نص الطساق بتاعها اهوت. وابتدي بقى، طبعا انتوا عارفين ان الكبده ما بتاخدش سوا، يعني هي بالظبط كده 3 4 دقائق. مش من الحكمه ولا الاحترافيه ان حضرتك تقعدي الكبده كتير على النار، لا، ده كلام غلط. هبتدي اقلب بقى تقليبه والتانيه اتشمعت اهيت وخدت اللون الجميل بتاعها. كده ما فاضلش عندي غير ايه؟ السر التاني اللي انا بقوله في الفيديو بتاعي، الجزء التاني من التوم. ما حطيتهمش في الاول كلهم مره واحده، لا، انا قسمتهم على جزئين. وبعد ما انزل التوم هنا، بعد ما انزل بالظبط بدقيقه، يعني اقل من دقيقه، هبتدي اطفي. انا مش عايز التوم يتحمر عشان ما يمررليش الكبده. وطلعتها وبغرفها قدامكم اهوت. الطريقه دي سهله وبسيطه وبتطلع الكبده جميله جدا جدا جدا. كبده الخروف او كبده الغنم من الحاجات الحلوه ومغذيه جدا. يا رب الفيديو ينول اعجابكم. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه ومتابعتي على الصفحه.